اهلا بيكم يا شباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده هنتكلم عن سامسونج جالاكسي اي 56. الحقيقه عشان اتكلم عن اي 56 لازم اشوف ايه الفرق بينه وبين الاي 55 اللي قبله، عشان اشوف واعرف هو انا هدفع فلوس في حاجه مظبوطه ولا لا. هل انا لو معايا الاي 55 يبقى انا كده اغير واعمل ابجريد، ولا خليني في الاي 55 وخلاص؟ الحقيقه لازم نشوف الاول مواصفات الجهاز اللي انت قدامك ده. الاي 56 الحقيقه جهاز قوي جدا. ليه بقى؟ اول حاجه الجهاز ده 5G. طيب ماشي، ما هو الاي 55 5G حلو جدا. الجهاز ده المعدن بتاعه او الماتيريال بتاعته تحس ان هي معدن كده، يعني حاجه لو مسكتها في ايدك تحس ان انت ماسك جهاز بريميوم من الدرجه الاولى، يعني مش جهاز تعبان. الجهاز ده محمي بالنسبه للميه والغبار بمعماريه IP67، يعني تنزل بيه تحت عمق حوالي متر لمدة 30 دقيقة. ده كلام محترم. طيب الجهاز ده الشاشة بتاعته الحقيقة مبهرة، سوبر أمولود 120 هرتز HDR10 1200 نتس. لكن لو انت بتستخدم الجهاز تحت إشعة الشمس هيوصل معاك ل 1900 نتس، يعني ملمس في ال 2000. هنا بقى الفرق، الاي 55 1000 نتس بس. خلي بالك ده اول فرق هتشوفه بينه وبين الاي 55. طيب 6.7 انش، ال 55 حوالي 6.6 هي تقريبا. الحقيقة ان الشاشة هنا مبهرة جدا، خاصة ان هي كمان محمية ب كورنينج جوريلا جلاس، وده حاجة محترمة زيها برضو زي الاي 55. طبعا انت معاك هنا بروسيسور اكزينوس 1580 معمارية 4 نانومتر. طب ال 55 الحقيقة هتلاقيه اكزينوس 1480. طب في فرق؟ طبعا في فرق في قوة البروسيسور 100%، في فرق واضح كمان. طيب تعالوا نشوف كمان حاجة مهمة. من احد العيوب المهمة اللي لازم تعرفها وانت بتشتري الاي 65 ان ما ينفعش تركب فيه كارت ميموري يا فندم. زي ما بقول لك كده، لكن الاي 55 ينفع تركب كارت ميموري وشريحة. ده ما ينفعش تركب فيه كارت ميموري للأسف، فانت هتستخدم بس المساحة الداخلية بتاعته. فنصيحة لو انت هتشتري اشتري ال 256. طبعا ال 128 مش وحش، لكن ال 256 لو الجهاز هيقعد معاك فترة 5-6 سنين. طيب طبعا نوع الذاكرة UFS 3.1، يعني نوع الذاكرة قوي جدا. طبعا الرامات 8 جيجا رام و12 جيجا رام، وانا انصح بال8، يعني في المتوسط. لو تقدر تجيب ال12 هات 100% يعني. طبعا الكاميرات بتصور 4K سواء الكاميرا الاماميه او الخلفيه. الكاميرات الخلفيه هنا بقى 3 كاميرات، 50 ميجا بكسل 1.8 فتحه عدسه، 12 ميجا بكسل دي الالترا وايد 2.2، و5 ميجا بكسل 2.4 دي الكاميرا المايكرو. طيب الكاميرا الاماميه هتلاقيها معاك بقى ايه؟ 12 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 وايد، وبتصور برضو 4K. هتلاقي نفس القصة دي بالظبط في الاي 55، مع الفرق بس ان الكاميرا الامامية في الاي 55 32 ميجا بكسل. هتقول لي ايه ده؟ ازاي الاي 65 12 ميجا بكسل بس؟ هقول لك ما هي مش بالارقام يا صاحبي. ما هي لو بالارقام ما كانش ايفون يبقى 12 ميجا بكسل وبيطور صور جبارة. مش بالارقام، هي بالتجربة. طبعا الفينجر برينت هنا او البصمة هتلاقيها في الشاشة. عندك بقى البطارية 5000 ملي امبير وبتشحن 45 واط. طبعا الشاحن ما بيجيش في العلبة، فحضرتك معزز مكرم هتروح تشتري شاحن 45 واط. الاي 55 هتلاقيها 5000 ملي امبير لكن 25 واط بس. محترم جدا. طبعا سعره بتتكلم في 21,000 جنيه بالنسبة تقريبا. طبعا السعر ده تقريبا بالنسبة للنسخة 8 رام 256،
وال 12 رام بتعمل حوالي 22,000 جنيه، يعني حوالي 1000 جنيه. طبعا الارقام دي ارقام تقريبيه على حسب المكان اللي انت هتشتري منه، لكن كجهاز انا انصح اي حد بيه لانه فعلا جهاز قوي جدا كاداء، شاشه، حجم محترم كبير، يعني الناس بتحب تشاهد او تشاهد افلام او تلعب عليه، قوي جدا الحقيقه. الماسكه بتاعته ماسكه محترمه، تحس ان انت ماسك جهاز بريميوم مصروف عليه. الحقيقه جهاز قوي جدا، بنصح بيه اي حد. عيوبه ايه؟ زي ما وضحت لكم العيوب انه ما ينفعش تحط فيه كارت ميموري، وكمان ما فيهوش طبعا نسخه او منفذ ال3.5 مللي بتاع السماعات، فانت بتستخدم الوايرلس او الايربادز اللي انت هتستخدمها. اتمنى ان انا قدرت اكون فدتكم. متنسيش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زرار الجرس، ولو احتجت اي سؤال انا مستنيك تحت في الكومنتات، ان شاء الله هرد عليكم في اقرب وقت. تحياتي لكم.